في أعماق الصحاري بين الرمال الذهبية اللي تظهر هادية. صارت مواقف ما يقدر العقل البشري يصدقها، من دراج واجهوا الموت وجها لوجه إلى مغامرين شافوا أشياء من عالم آخر. والمزيد في هذا الفيديو راح نغوص مع بعض في أخطر وأغرب مواجهات الصحاري حول العالم، بداية من حادث حقيقي صار في صحراء باكستان كان ممكن ينتهي بكارثة. في شهر جانفي من سنة 2023 وبعد صلاة الفجر ب7 دقائق ينطلق راكب الدراجة النارية حمزة هاشمي من مدينة كراتشي باكستان سالكا الطريق الصحراوي المؤدي إلى جبال كيرتار الشهيرة رفقة مجموعة أخرى من الدراجين المشهورين باسم فرقة دات بيكر دود. كل شيء كان يسير بشكل طبيعي، لكن فجأة جاوزت أحد الدراجات النارية الراكب حمزة على اليمين، وكما لاحظ في الفيديو فالركاب ما كانوا تابعين للفريق، والدراجة النارية كانت تحمل 3 أشخاص ملثمين ووجوههم غير ظاهرة، وحتى لوحة الترقيم كانت بدون كتابة. جاوزت الدراجة النارية الراكب حمزة بسرعة كبيرة، ولكنه ما أخذ لهم بال وقال إنه شيء عادي، خصوصا إنه في الصحراء وبجانب الحدود. لكن صديقنا حمزة أخطأ في هذا الشيء، وما كان يظن إنه خطير لتلك الدرجة، وما كان يدري إنه وقتها راح يواجه هو فريقه أخطر موقف في حياته. وبعد ثواني فقط يمر حمزة من مطب وعائق مائي ويضطر إنه يخفف السرعة ليصير بعدها هذا الشيء غير متوقع أبدا. لما عبر حمزة من العائق المائي وجد مجموعة الأشخاص اللي تجاوزوه على جنب الطريق لينزلوا فجأة من على الدراجة ويغلقوا الطريق كليا. ولما حاول حمزة زيادة السرعة وتجاوزهم لمح AK-47 موجهة نحوه، وأي حركة مفاجئة راح تدفع الثمن غاليا. استسلم حمزة للواقع وما قدر يسوي أي شيء، وإلا راح تكون حياته ثمن لأي فعل متهور راح يفكر يسويه وقتها. ولكن أحد أعضاء فريق الدراجة النارية كان له رأي آخر وقرر يجازف وينجو بحياته. نجح فرد من المجموعة بالهروب من قطاع الطرق وجاذب حياته وانطلق بسرعة كبيرة نحو طريق العودة. لكن المجموعة الباقية ما تجرأ أي أحد منهم يسوي أي حركة مفاجئة، واستسلموا كلهم للواقع المرير. भैया ना करें ऐसा, निकालो, मुश्किल का ज़माना है, मुश्किल बंद कर दूं, ऑफ कर दें, घर वाले कॉल करेंगे। पैसे दो, पैसे दे रहे हैं। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। पैसे निकाल लें, कार्ड छोड़ दें, कुछ रास्ते के लिए छोड़ दें, 100-200 वो छोड़ देंगे हम, वो दे देंगे, बाकी नहीं है। लाइसेंस पक्का 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 खड़े रहो। سرق قطاع الطرق هواتف كل المجموعة اللي قبضوا عليها، وسرقوا أيضا كل أموالهم، وكل شيء كان واضح في الكاميرا اللي كانت معلقة على راس حمزة. لكن ولحسن الحظ ما شاف قطاع الطرق الكاميرا اللي وثقت لنا مشهد ممكن ما كنا راح نصدقه لو ما تم تصويره. في الأخير ينزع حمزة قفازاته ويقوم بفك الكاميرا المثبتة على راسه ويخفيها في حقيبته، خوفا من أن قطاع الطرق يلمحوها ويصير في مشاكل أخرى. اللي صار مع حمزة هاشمي مو مجرد حادث طريق أو محاولة سرقة عادية، بل هو انعكاس حقيقي للخطر اللي واجه أي مغامر أو مستكشف لما قرر يدخل مناطق نائية بدون حذر كافي. المنطقة اللي صار فيها الحادث معروفة بقربها من الحدود بين باكستان وإيران، ومشهورة بوجود جماعات مسلحة وطرق تهريب، وهذا يخلي أي شخص يمر من هناك عرضة لأي نوع من المخاطر، سواء سرقة، خطف أو حتى إطلاق. في النهاية يقدر الواحد يقول إنه اللي صار هو تحذير واضح لأي شخص يفكر يخوض مغامرة في مثل هذه المناطق، فمو كل درب صحراوي يحمل مغامرة جميلة، فبعض الطرق يمكن تكون بلا عودة.
بعد اللي شفنا مع حمزة ورفاقه في صحراء باكستان واللحظات اللي كانت بين الحياة والموت، واضح إنه الصحراء مش دائما تكون مكان آمن للمغامرين، لكن اللي جاي أخطر وأرعب، لأنه الموقف التالي ما فيه سلاح ولا أي عنصر بشري، بل فيه شيء من عالم آخر تماما. موقف غامض صار في قلب صحراء السعودية. بطلها البلوجر جميل السرحاني في مواجهة مباشرة مع الغيلان، أو كما يطلق عليهم أبو فانوس. موقفنا التالي مع البلوجر السعودي جميل السرحاني، وفي أحد مقاطع على التيك توك كان يمشي في سيارته في طريق صحراوي خالي في الليل، ومن ثم توقف ليستريح وسط الخلاء ليلمح بعدها ضوء من بعيد يكبر ويصغر، وكأنه قاعد ينادي عليه ويأشر له ليتدارك جميل الموقف ويستوعب إنه هذا الضوء مش أي ضوء عادي، وما هو قادم من كائن بشري، بل هو من العالم الآخر وبالتحديد الجن. يقرر بعدها التأكد من الأمر بنفسه ويقدم بصوت مرتفع، ويصير بعدها هذا الشيء الصادم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اختفى. سبحان الله. بعد الآذان مباشرة اختفى الضوء اللي كان يأشر من بعيد بسرعة كبيرة وبشكل غريب، وهذا الشيء يأكد أن الضوء اللي كان وسط البر ما هو من بني آدم، بل من الجن أنفسهم، أو كما يطلق عليهم تحديدا أبو فانوس، مثل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا تغولت الغيلان فبادروا بالآذان، رواه جابر بن عبد الله. فالشيء اللي صار مع جميل السرحاني ما كان مجرد صدفة ولا مجرد انعكاس ضوء من بعيد مثل ما قد يظن البعض، لأنه تصرف الضوء الغريب بعد الآذان واختفاء الفوري يثبت أنه الموضوع أكبر من مجرد ظاهرة طبيعية، خصوصا وأنه الصحراء مليانة قصص مشابهة. الأشخاص شافوا أضواء تأشر من بعيد وكأنها تناديهم، لكن تختفي فجأة مجرد ما يذكر اسم الله أو يرفع الآذان. وهذا اللي يأخذنا الموقف التالي وإلى صحراء نيفادا بأمريكا، حيث تم اكتشاف شيء خطير وما كان المفروض يطلع للعالم أبدا. ريموت تروبر هو يوتيوبر أمريكي متخصص في استكشاف الأماكن الغريبة حول العالم، من الصحاري القاحلة إلى المواقع الأثرية التاريخية وحتى لاقتحام الأماكن المهجورة. في تاريخ 11 جانفي من سنة 2025 رفع اليوتيوبر فيديو وهو يقوم برحلة لاستكشاف والتحقيق في أكثر 10 أماكن غريبة ظهرت على تطبيق جوجل إيرث في صحراء موهافي القاحلة والجافة اللي تقع في أمريكا الشمالية، تحديدا في مدينة نيفادا لاس فيغاس. Railroad was completed in 1905. A lot of the stuff we find out here is from the late 1800s or 19th century. أثناء استكشاف الأماكن الظاهرة على الخريطة وجد المغامر بعض الأشياء الأثرية القديمة، والظاهر إنها تعود لسكان المنطقة قبل مئات السنين. يستمر بعدها في مهمته لاستكشاف باقي المناطق ويوصل لهذا المكان يلي كان مثير للريبة فعلا، واحتوى على العديد من الأدلة يلي تشير لحدوث شيء خطير جدا ربما يكون صار وما اكتشفه أحد من قبل. This is a little weird. Yeah, somebody just dug down a little bit for no reason at all. Stacked up some rocks right there. That's cool. What a weird thing that somebody would build this. It's about 3 feet tall, I guess. وجد المغامر حفرة غريبة وسط الصحراء على شكل مستطيل، وكأنه إنسان قام بحفرها. وبالقرب منها وجد كومة كبيرة من الصخور بطول المتر تقريبا، وكأنها علامة موضوعة لتذكير أحدهم بالمكان. إلى حد الآن الأمور تبدو عادية جدا لمغامرنا، لكن الشيء اللي لقى بعدها فعلا أضاف الكثير للقصة وخلى الأمور توضح أكثر. Oh, that's a really old belt. Wow. Oh, it's gator skin. Dude, what? I just found an old gator skin belt. That's the weirdest thing, isn't it? Yeah, it's right next to this clothing here. It's like an old jacket of some sort. Don't really see any tags on it or anything. Oh, it's covered in blood. Look at that. Wow. Yep, that's what that is. Super bloody jeans. حزام قديم من جلد التماسيح بجانب السروال جينز ملطخ بالدماء، وعلى بعد سنتيمترات فقط حفرة تبدو مثل القبر والصخور مكدسة فوق بعضها البعض. إذا حاولنا ربط الأمور مع بعضها البعض فرح نتوصل إلى أن المكان عبارة عن مسرح جريمة، وسروال الجينز والحزام يعودوا للشخص اللي تم اغتياله، والقبر المحفور كان ليه. العديد من الأسئلة تطرح والجواب لها مفقود فعلا.
Let me know if you guys think I should report that. Those jeans looked pretty old, at least a couple of decades, but they could possibly be much older than that. I don't really know what to do in a situation like that. I don't want to waste everybody's time, but at the same time, it's part of the video and I don't want to do the wrong thing. So leave a comment if I'm super out of line for just leaving the bloody jeans sitting there and continuing on with my day. مثل ما نعرف إنه الصحراء مكان خطير جدا وتكثر فيه الجرائم بكل أنواعها، فالشيء اللي هو التقاريم والتروبر في صحراء موهافي ما كان مجرد مشهد عابر بل دليل حي على إنه بعض أسرار الصحراء تدفن تحت الرمال وتنسى مع الوقت. الملابس الملطخة بالدماء، الحزام الجلدي والحفرة الغريبة كلها تفاصيل توحي بإنه المكان شاهد شيء أكبر من مجرد استكشاف عادي. فهل فعلا كان هذا مسرح جريمة تم طمسه مع مرور السنين، أم أن هناك من أراد ترك هذه العلامات عمدا كتحذير لمن يقترب من المنطقة؟ بعد اللي شفناه اليوم واضح إنه الصحراء ما هي بس رمال وسكون، بل هي مسرح لأغرب الحوادث وأخطر المواجهات، من صحراء باكستان إلى رمال نيفادا مرورا بعقى الجزيرة العربية السعودية. أماكن شكلها فاضي لكنها تخبي قصص، لو ما توثقت بالكاميرا ما كان أحد يصدقها. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة.